السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الصحه والعافيه. اليوم جبت لكم واحد الفخيضات ديال الديك الرومي ولا بيبي كيف ما كنقولوا. انا طيبتهم بالزبيب والبصله. بالصراحه كيجيو غزالين، شوفوا كيفاش دايرين، كيجيو معلكين. شوفوا منظرهم كيهضر مع عليهم. وبسم الله وعلى بركه الله نبداو جميع المقادير والطريقه ديال التحضير. بسم الله. اللي احتاجيت عندي هنا واحد جوج فخيضات اللي هما ديال بيبي. نتوما كيمكن لكم تعوضوهم بفخيضات ديال الدجاج، كما انه كيمكن لكم ديروا دجاجه كامله. انا بغيت نديرهم بيبي حيت بزاف الناس ما كيبغيوهاش، يعني درت غير جويجات على قياسنا. راهما تبارك الله كبار. عندي هنايا جوج بصلات كبار اللي مشلضين بحال هكا. عندي شويه الملحه، سكينجبير، البزار، الخرقوم، شويه ديال السمن. عندي هنا شويه ديال المعدنوس. يا ريت اللي عنده يعني طري ديروا غير بطاح، حيت في هذه الوصفه كيخصو يكون مربط. غير انا حيت عندي غير مقرد ما عنديش مربط. عندي شي شويه ديال اللوز اللي هو سلقته وحيدت له القشره. وعندي هنايا الزبيب، وانا درت هذا الزبيب الكبير بحال هكا. نتوما اي نوع كان هو هذاك، غير هو كيعجبني هذا حيت هذا كتكون فيه واحد شويه ديال البنه ديال الحموضيه كتجي زوينه مع هذه الوصفه. وعندي حاجه مهمه اللي هي جوج عويدات ديال القرفه. عندي شويه ديال الزويته، هذا يعني شي ربيع ديال الكاس ديال العنبه زويته. وحاجه واحده اخرى وهي اللي عنده الزعفران الشعري يديرو. انا حيت ما عنديش، وانما عندي هاد السمن انا كنخدمو بالزعفران الشعري حيت هاد السمن مصايبه بيديا. اللي بغى الطريقه ديالي ديال التحضير ديالو يرجع الفيديوهات ديالي القديمه وراه غيلقاه. كنخدمو بالزعفران الشعره باش حتى ما كانش عندي، راه هو اصلا فيه يعني بنت سمن وبنت زعفران شعره. الكوكوط فين غادي نطيبهم؟ قبضت وغنضيف كلشي، يعني كنضيف كلشي في دقه واحده، ما كنبقى لا نصايب لا والو، كندير كلشي في دقه واحده. الزويته كذلك. حاجه وحده اللي كتبقى وهي هاد الزبيب اللي ما كنديروش في الاول، على حقاش الفخاد ديال البيبي كيهزو الطياب. الا درتو الدجاج ديروا كلشي حتى الزبيب ديروه من اول مره. صافي دابا انا هنايا غنخلط كلشي حتى ينسجم، وغادي نمرق وغنسد عليه باش يطيب. خلصت كلشي تنسجم ودرت مريقه. انا درت هنا جهد واحد الكاس ديال العنبه عامر كامل، وغنخليها لان البصله باقا غتطلق الماء ديالها. والعافيه خليوها غير متوسطه، ما ديروش العافيه مجهده. ملي تبدا الكوكوط كتصفر ديروها متوسطه وخليوه باش يطيب على خاطرو، حيت الا كثرنا الماء بزاف ما غتجيش المريقه مقليه كما شفتوا في الاول. وإلا شفتوا انه حسيتو بيه غينشف، حيت على حسب نوعيه الكوكوط. حيت كاين الكوكوط اللي واخا كوكوط كتكون كتنفس شويه يعني كينشف الماء. ردوا معاه البان. نتوما راكم عارفين، كل واحد عارف هذه البوطه ديالو والكوكوط ديالو كيفاش غادي يرد معاه البال باش ما يتحرقش. وصافي دابا غنسد ونشال عليه في يطيب. صافي من بعد ما هاد الفخيضات طابو، صافي انا لحت الزبيب وغادي نسد عليه غير واحد جوج دقائق ثلاثه يصفر غير باش يطيب الزبيب. من بعد غنحل عليه ونخليه حتى تقلى المريقه وتجي خضره. وها هي الفخيضات ديالنا وجدوا. شوفوا تبارك الله كيفاش جاو معلكين مقليين. بصراحه كتجي ما فيهاش قوه تعقيدات في الطياب كيف ما شفتوا. كديروا كلشي مع بعضياتو كيطيب وقبل ما نودعكم ما تنساوش ليا دوك اللايكات ديالكم، دوك البصيمات الزوينين اللي كتشجعوني بهم. والى وصفه جديده ان شاء الله.